थोड़ा बच्चों ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ चलो निकलो निकलो جافيد إقبال أو جواد إقبال هو واحد رجل باكستاني، كان الهدف ديالو يخلي 100 أم تبكي على الطفل ديالها، وقام بأبشع جريمة في التاريخ ديال باكستان اللي غتخليه يتحكم بواحد الحكم ما يخطرش على بالك. وباش نعرفوا القصة ديالو كاملة ما تنساش تخلي واحد لايك واشتراك في القناة وتبارطاج الفيديو مع صحابك إلا كان كيعجبك بحال هذا المحتوى. ويلا نبداو. جافيد إقبال هو واحد طالب في الجامعة الإسلامية في باكستان، تزاد في لاهور في عام 1961 في واحد عائلة مرتاحة ماديا، والأب ديالو كان واحد رجل أعمال كبير في المدينة. الاسم ديالو علي محمد، وكان عنده بزاف ديال المشاريع وبزاف ديال الفيلات في لاهور. وفي سنة 1978 جافيد ملي كان مازال كيقرا غادي يقرر الاعتماد على راسو ويفتح واحد مشروع خاص به اللي هو واحد المصنع ديال الحديد. من بعد غادي ينتقل جافيد لواحد الفيلا من الفيلات اللي شراها الأب ديالو وغادي يسكن فيها ويستقر فيها. ومن سنة 1985 حتى 1990 كان جافيد إقبال في ديك الوقت ما سفاح ما قاتل، ولكن كان معروف عليه التحرش بالأطفال، ولكن كان كيطلع من أي قضية بواحد السهولة بسبب النفوذ الكبيرة ديالو، وكلها كانت تحت مسمى عدم وجود أدلة كافية. من بعدها غيتوفى الأب ديالو، غادي يورث منه أموال طائلة وبنى واحد دار كبيرة واشترى 4 ديال السيارات فخمة وفتح واحد محل ديال الألعاب فيديو مخصص للأطفال. ومن هنا غتبدا قصة ديال أرعب سلسلة قتل في تاريخ باكستان. وكان جافيد إقبال كيقابل المحل ديالو لراسو باش يشبع الرغبات القادرة ديالو، وكان كيخلي الأطفال الفقراء يدخلوا المحل بالمجان، وفاش كانوا كيلعبوا كان كيلوح الفلوس في الأرض باش يهزها شي واحد من الأطفال. وفاش كينتبه بلي الفلوس تهزات من الأرض كينوض يقول لهم فلوس سرقات من المحل، وكيبدا يفتش في جميع الأطفال حتى كيوصل للولد اللي هز الفلوس، وكان كيشدوا ويلبسوا التهمة ديال السرقة وكياخذوا لواحد غرفة خاصة به، وكيبدا يهدد فيه حتى الطفل كيستسلم ويخليه يتعدى عليه. وفاش كيكمل كيخليه يمشي بحاله وياخذ منه الفلوس ويسامحه. وفاش غتزاد عمليات الاعتداء على الأطفال حتى الشكايات من طرف الأهل ديالهم، غادي تجي الشرطة وتلقي القبض عليه، وغادي يدوز واحد المدة قصيرة في السجن وغادي يخرج، ولكن في هذه المدة غادي توفى الأم ديالو. وهنا فاش غادي يقرر ينتقم من المجتمع وغادي يقطع واحد الواد على راسو باش يخلي 100 أم تبكي على الطفل ديالها، وغيولي يختطف الأطفال ويتعدى عليهم ويعذبهم ويقطعهم لبزاف ديال القطع، وكيديرهم في براميل وكيخوي عليهم واحد المادة حمضية اللي كيدوب الجثة في دقائق قصيرة. وفاش وصل ل100 طفل غادي يمشي لمكاتب الصحافة بمدينة لاهور، وغادي يجي معاه سجلات اللي كتثبت كل جريمة قام بها بالأدلة ديالها. وهنا الصحافة هي اللي غتصل بالشرطة وغادي تقبض عليه، وفي التحقيق اعترف لهم بكل شيء. ومن بعدها غيتم المحاكمة ديالو، لكن في المحكمة غينكر هذا الشيء وباللي هو بريء، وغيقول باللي هو غيخترق هذه القصة. ولكن في عام 2011 القاضي فاش غادي يشوف السجل الجنائي ديالو والبراهين والأدلة على الجريمة وباللي هو الفاعل الحقيقي، غادي يحكم عليه بالإعدام بنفس الطريقة اللي عذب بها الأطفال اللي هي تقطيع ديالو ل100 قطعة. Strangulated as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 APPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him. من بعدها غيطالب جافيد بالاستئناف بالمحكمة العليا وغادي يتقبل الطلب ديالو، ولكن نهار المحاكمة غادي يلقاو جافيد والمساعد ديالو منتحرين، واخا هو كل واحد في زنزانة وفي نفس النهار وفي نفس الوقت. وحتى لدابا مازال ما معروفش هذا الانتحار واش متعمد ولا لا. وحتى لهنا غنكونوا وصلنا لنهاية قصة جافيد إقبال، وكنتمنى تعجبكم هذه القصة، وإلا عجبتكم ما تنساش تخلي واحد لايك واشتراك في القناة وشي كومونت تحفيزي وتقدر تعبر فيه على الرأي ديالك في القصة. وشكرا على المشاهدة.